الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معكم مولاي عبد السلام العامل، عضو بجماعة لداية. أنا دروك بصدد المشروع تاع القانون الجبائي اللي جابوا لنا المجلس ودرسناه، بغيت انا نوضحوا للناس تاع القبيله ويعرفوا المسائل. وقبل ما ندخلوا للحيتيات ديالو والتفاصيل ديالو، باغي نوضح ان قبل هذا سميتو عيطنا السيد الرئيس ان درنا واحد الجلسه وتناقشناه، ولكن مع الاسف جميع المقترحات اللي اقترحناها ما اتخذتش بعين الاعتبار. نهار جلسنا لقيناه مطبوع كما هو، الاقتراحات اللي اقترحناها ما تكتبوش فيه، وقالنا الكاتب تاع المجلس بان هذه الاقتراحات راه غتاخذ بعين الاعتبار وغتكتب بعد التصويت. وانا هذه جاتني شويه غريبه شيئا ما انها غتصوت عادي يكتب لك المقترحات في المطبوع. فلهذا انا ندخل دروكا بالتفاصيل باش يعرفوا الناس اش هذا القرار، يعني القانون الجبائي تم اسقاطه. بحال هذا القانون الجبائي جابوه من جماعه حضاريه وتم اسقاطه على جماعه قرويه. بحال مثلا دروكا نعطيكم مثلا، دروكا نبداو بالتفاصيل. نبداو عمليه البناء السجه والاسوار. تصوروا معايا انهم دايرين 30 درهم للمتر مربع باعتبار 20 سنتيم كعرض على الاقل. هذا المقترح ناقشناه بجديه واقترحنا انهم يديروا 10 دراهم، لان علاش ملي جينا نشوفوا هاد 30 درهم لقينا غادي يطيح لنا هكتار الفلاح تقريبا ب 96,000 ريال. يعني تصور ان فلاح بيدير كرياج ولا بيدير حي تاع اللوح بيتقام عليه هكتار ب 96,000. يعني إلا عنده 4 هكتار ولا 10 هكتار، يعني بحال تقول لي ما ديرش باقي انت السياج، ما باقيش دير الحيط. هذه من جهه. جينا مثلا المشاريع تاع البناء، هذا الشيء راه باينه تقريبا 20 متر. يعني دروك الانسان كان نحن في الجامع العالم القروي تيبني ما تيحتاج يخلص للجماعه لا شي حاجه، تيخلص لها اللوازم ديالها والمسائل. دروك مثلا داكشي فين بتحط الرمله وفين بتحط الكايات وفين بتحط الياجور وفين بتحط السيمه، خصك تخلصو من كل 3 شهور. اذا كملت 3 شهور تبارك الله، ما كملتش خصك تعاود تخلص ليه. وداروا ليه 20 درهم المتر كاري، هذه اقل من 20 متر، واقل من 30 متر ثاني دار لهم 30 متر 30 درهم المتر كاري. واللي تيتعدى اللي عنده 40 متر داروا ليه 50 درهم المتر كاري، واللي عندهم فوق من 40 متر داروا ليه 40 درهم المتر كاري، مع تحديد المساحه من طرف المصلحه التعمير. يعني هنا دخلنا في بحال قلت دخلنا في شي شعاب ما نقدروش عليها حنا، غادي يعرفوا هاد التقنيه اللي جايه. المهم هذا المشروع تاع القرار الجبائي شكون اللي جابو؟ انا كنت نتمنى ان يكون الرئيس ويكونوا الاعضاء ونتناقشوه حنا ولاد القبيله وناخذوا منه السلبيات وناخذوا منه الايجابيات. اما بيجي موظف ويتم اسقاطه، يجيبوا مطبوع من جامعه حضاريه ويحطوه مطبوع بجامعه القرويه، جاتني انا غريبه شي شويه. بحال مثلا دروكا كاين مثلا هنا في التراخيص، انا التراخيص كنا هذيك الساعه في القانون الجبائي الاول، ها هو كان تسليم الرخص السكن 100 درهم البنايات التي تقل على الطبقين، و200 درهم البنايات التي تساوي فوق 2 طبقات. هنا سيدي هنا رسم المحلات زيد رخص الاصلاح. رخص الاصلاح ولات ب 500 درهم عوض 200 درهم، لا 200 درهم السكن الفردي و500 درهم التجاري. الهدم تا هو ولا كان ديك الساعه الانسان تيهدم بلا سميتو، ولا تخلص عليه تا هو 1000 درهم. رخص السكن هي ولات 500 درهم، كان ديك الساعه 100 درهم ولات 500 درهم. تصور فاش ضربات ضربات في 5 الخطرات، اير بليس 1 و1000 درهم اير بليس 2، يعني تقريبا هاد الرخص ضربوا في 5 الخطرات. فاذا حنا تنشوفوا ان الانسان مسكين محارب مع المعيشه، محارب مع المسائل، ونزيدو دروكا حنا نزيدو حتى هاد سميتو، مع العلم ان الرخص دروكا محبوسه لان ما عندناش شهاده التصرف. فاحنا اللي كنا بغينا نقلبوا عليه حنا كمجلس وكرئيس وكاعضاء، نمشيو نقلبوا على شهاده التصرف ونجيبوا نديروا الانعاش للقبيله ونزيدوا بالقدام، تنفرضوا شي حاجه ما كاين لا اساس لها من الصحه. يعني هنا ما كاين لا رخص البناء ولا رخص المطابقه الان. زيد على شواهد الجبائيه بالنسبه للاشخاص الذاتيين 300 درهم، وبالنسبه للاشخاص المعنويين 700 درهم. انا ديما سميتو. بالنسبه لشواهد اخرى، هنا شواهد اخرى مزيانه، 200 درهم ما عندناش مشكل فيها، مزيانه. نمشيو اللي ضغطني بزاف، هذا واحد المشروع هذا تاع التقسيم، دايرين واجبات تسليم الرخص التقسيم العقاري.
3000 درهم اقل من 3 هكتار. منين قلنا لهم واش حنا الجيش والجماعه الجموع داكشي، قال لك لا هذا تيتر، يعني باش تعرف بان هذا القانون جايبينه من بلاصه اخرى حطوه لنا حنا. ونضيف ان الناس سكان القبيله بان هذا القانون راه ماشي قانون حطته الدوله ولا حطه البرلمان ولا حطه، هذا راه الجهه تاع الجماعه، هذيك حقها حق خاصين الفلوس في الجماعه. وتنظن انا التراخيص راه ما غادي يجيبوا الفلوس، لان من درنا عمليه حسابيه لقينا في هاد 5 سنين كنا ما نفوتوش 30 مليون. زيد على 3 هكتار 6 هكتار 5000 درهم، وفوق 6 هكتار 7000 درهم. هادو اللي عندهم التيتر، هما اللي عندهم سميتو على هضره لا كلام. نمشيو سميتو لوحه الاشاريه، حنا ما تهمناش لان كساكنه وداك الشيء مشاريع هذيك ما تهمناش. زيد سيدي هنا نمشيو ها هي اللي ضرتني بزاف، هي ورشات النجاره واللحام. عرفتي اللحام شكون هو؟ اللحام هو اللي تيسد لنا البراريد والصوينيات، وحنا كفلاحه تيقدنا العتالي وتيقدنا الفيسان. داروا لي هنا في الترخيص 3000 درهم، اقترح عليهم 500 درهم، ما عرفنا واش اعتبروها ولا ما اعتبروهاش. الحمامات داروا لهم 5000 درهم، الفضاءات البيع الكبرى داروا لهم 5000 درهم، المستودعات ومحلات الاسمده والاسمنت والاعلاف والمواد الفلاحيه والصناعيه والترصيص 5000 درهم. لان خلطونا دارك مستودعات ومحلات، يعني اللي عنده حانوت بحال اللي عنده مستودع. قالوا بانه بيفصلوا والله اعلم، لان حنا المسوده اللي صادقوا عليها الاعضاء هي هذه. وقال لك انه راه بيتاخذ التعديلات بعين الاعتبار، الله اعلم ما نقدروش نقول شي حاجه في العين الغيب. زيد مستودعات ومحلات بيع الصناعيه والترصيص ومواد القابله للاشتعال حتى هي 5000 درهم. الافرينه دار لهم 1000 درهم. وبالله عليكم درك انا واحد الفران وقفت عليه قلت له بدي واحد الترخيص، قال لك انا من نهار عقلت نهار تزادت الخبز هي 30 ريال، العواد زادوا كدير منه عواد باش تقول لنا اجي وخصوا بواحد 200 درهم ولا 3000 درهم تتعاونونا وتشجعونا، تقول لنا 1000 درهم ثاني نعطيوها لكم. المخبزات 3000 درهم، الجزاره 3000 درهم. الجزاره تيعانيوا مع امرين، مشات لهم القرنه، وهاد القرنه راه طامه كبرى. لان علاش؟ لان كان تيعيش منها مسكين. انا الاول والناس الفقراء كانوا تيمشيو يجيبوا الربيع ما تيفوتوش 30 درهم، كانوا تيمشيو يجيبوا الضواء ديك الدياله ما تفوتش 40 درهم. دوكا كل شيء غلا، يعني هذاك الشيء اللي كان تيخرج كنا نستافدوا منه حنا دوكا ما طلعش عندنا كنا، يعني كل شيء تيجي تعبر، يعني دوكا كل شيء ولا 65 درهم اللي كاين دوكا البكري، و90 درهم اللي كاين الغنمي، يعني بحال كي الدياله كي كل شيء بحال مسائل. زيد سيدي هنا المصبانات تا هما دار لهم 1000 درهم، محلابات دار لهم 1000 درهم، المقاهي والمطاعم دار لهم 2500 درهم، بائع الدجاج والطيور والسمك دار لهم 1000 درهم. هنا ثاني هذه او المحلات اكلات الخفيفه، هاد الاكلات الخفيفه شكون يديرهم؟ راه دايرينهم الشباب، وبحرا ما تكافح ومشى كرا واحد الحانوت ب 30000 ريال. فايوا باش تقول لي اجي دير الترخيص واحد 100 درهم ولا 200 درهم ونتعاونوا معاه، لان دروك هذا الترخيص راه تيجر ما هي وما لا هنوها، راه تيجر الملك العام وتيجر الامطار بتخلص من 3 شهور ما هي، يعني شحال من حاجه سميتو. زيد سيدي قاعه الالعاب، هاد قاعه الالعاب حنا ما احوج لهاد القبيله عندنا حنا قاعه الالعاب، يعني بين التيرانات بداك الشيء دير لهم 2000 درهم. قاعه الرياضيه دير لهم 5000 درهم. محلات غسل السيارات دير لهم 2000 درهم. المطاحين 1000 درهم. هذه ما تيهمناش. قاعه الحفلات ما تقريبا ما عندناش، ومول الحفلات 1000 درهم، وانشطه اخرى 500 درهم. هذا الشيء سيدي قال لك بانه محتاجين هما الفلوس للجامعه. انا منين قعدت طلعت وحسبت شحال من الحانوت عندنا وحسبت شحال من القهوه عندنا وداك الشيء، حسبت في هاد 5 سنين ما ندخلوش حتى 30 مليون. مع العلم ان هذا المجلس اللي يكون بغى يخدم وبغى المداخيل كاينين المداخيل. سولته قلت له شحال نكون كاسور عندنا؟ قال لك عندنا 7 كونكاسورات، وبالله عليكم 7 كونكاسورات العام اللي فات عطانا 150 وهذا العام عطانا 200 مليون كاملهم، يعني تقريبا في حدود 30 مليون كونكاسور. منين مشيت للواد وقعدت تما حدا مول الكاميوات وسولتهم كونكاسور واحد لقيتو عنده 7 الكاميوات تيهزوا من الواد ماده خام تيهزوها تيدوها للكونكاسور. هاد 7 سميتو قلت له شحال تقريبا اضعف الايمان؟ قال لي 10 الفياجات. 10 الفياجات ضربها في 7 هي 70. وهذا الكاميو شحال تيهز 18 متر كيب اللي تيهز كاميو، يعني 70 ضربها في 18 كيب. درت لها عمليه حسابيه في 5 دراهم، وما العلم ان راه كاينه 6 دراهم. لقيتها تعطينا 240 كونكاسور. يلا بالله عليكم دروك كان مجلس وبغى تيقلب على المداخل بيمشي لها لكم كسولات وبيقعد وبيدير لجنه
اللجنه تكون من التقنيه ومن الاعضاء، وبينوضوا من 6 الصباح وبيمشي حتى سميتو 6 العشيه، ويشوفوا شحال من كميه تطلع على الماده خام. حنا ما نقدروا التصنيع الماده خام اللي تطلع من الواد وتمشي. وبالله عليكم دوكا 7 الكونكاسورات يعطونا حنا 200 مليون، مع العلم ان دوك 7 الكونكاسورات بيعطونا 1.5 مليار اللي يكون كانت الشفافيه وكان الوضوح وكان المجلس انه بيخدم لا الاعضاء ديالو ولا اللجان ديالو، وبيخدموا وبيدخلوا الفلوس. اهم مجال واحد من الفلوس. زيد على ذلك كان واحد الكونكاسور تيكون ليه كونكاسور مجازي، حنا مرخصين اللي على الواد، ولكن دروك راه تيصنع الكودرون، والكودرون عشان هو لو تولود كلها. يعني هاد الكودرون ما تستافدش منه جماعات الودايه حتى شي حاجه، مع العلم ان ما عندوش ترخيص، حتى شي جهه ما تعطي الترخيص على الكودرون نهائيا، وتيهز الكودرون وتيدي وتيقادو وما تستافدش منه الجماعه. اذا هاد الكونكاسور تاع المجازين راه يدخلنا واحد 200 مليون 300 مليون لا شيء يذكر. حنا يلاه حقرنا على دوك المساكين، جينا نقرا معاهم بالترخيص. الترخيص راه مزيان لينا، الترخيص مزيان. الترخيص شنو هو؟ الترخيص هو تشجيع لاصحاب المحلات واصحاب القهاوي انهم يديروا الترخيص ديالهم، انهم يكونوا قانونيين. اما باش تقول لي 3000 4000 يقول لك ما بغيتوش. دروك بحال تفتحوا واحد باب للسيبه، يولي مثلا انا ما ندخلش هذيك الجزئيات ولكن راه باينه، يعني راه ما يكونش الترخيص ويكون قانون. وهذا القانون قال لنا السي الرئيس بانه راه بغيت يطبق غير على الفيلاج، وراه ما يمكنش. راه قانون ملي تتصادق عليه تولي قانون سائل على الجامعات الودايه كامله. يعني حانوت اللي في الدوار الا معلق بلاكه تاع كوكا بيخلص عليها، معلق شعار بيخلص عليه، وخصو يدير الترخيص. الا ما دار الترخيص غادي يوقف عليه الجندرم ولا يوقف عليه المقدم يقول له الترخيص ديالك. هذا من جهه. بالنسبه للباركينغ، حنا عندنا اكبر باركينغ عندنا من واد نفيس حتى البلاكه 40. هذه ما تستغلهاش الجامعات الودايه نهائيا. كاينين هي دراري تيلبسوا الجليات تيديو الفلوس شخصيا، تيجي تيوقف عليك تعطيه. وعلاش حنا هذاك اللي ما نكريوش كجامعه ونكريو نستافدوا منه؟ علاش يستافدوا منك اشخاص؟ هذوك الدراري يجوا عند الجامعه ويشريو المارشي ويستافدوا. عندنا باركين تاع كاميوات قداشنا هو ما تستافدوش منه نهائيا، تيستافد منه شخص. ان هي بقعه قداشنا هي قدام دارك الملكي، تيكونوا فيها موالين الغبار، تيكونوا فيها موالين الكسب، تيكونوا فيها موالين الكاميوات اللي مكريين عند المجازين تيباتوا ليل نهار ما مكريينش. ها ندخل اللي خصو يقلب عليه المجلس، ها ندخل اللي خصو يجيب المجلس. عندنا مثلا الديور، وبالله عليكم الديور عندنا على حدود 3000 متر اللي عندنا تاع الديور تاع جماعات الودايه، دايرين لهم 1000 ريال للشهر. راه عيب ان دار فيها 600 متر 1000 ريال. علاش المجلس والرئيس المجلس ما ياخذ مبادره ونوض يبيع هذوك الديور متروات، يديروا من 1500 حتى 2000 درهم للمترو، والناس مستعدين يشريو هذا الشيء، مستعدين. قال لك حنا مستعدين نقعدوا معنا الارض سميتو. فبدا ما كانش شي حاجه نهائيا. عندنا مثلا الحوانت، عندنا اكثر من 150 حانوت، لو كان شي تيخلص شي ما يخلص. علاش الجماعه اللي ما تنوض تبيعهم، وبهذوك الفلوس بيولي عندنا 5 ملاير ولا 6 ملاير. يعني بيكون عندنا واحد المدخول كبير، وراه بتجينا التيفيه، يعني التيفيه بتكبر. ايوا كنا تنشدو 700 بتولي لنا نشدو 1 مليار و700 ولا مليار و600 من التيفيه. هذا فيما يخص المداخيل وفيما يخص هذا القرار الجبائي. وغادي نعاودو ندخلوا للحيتيه تاع الحصر الميزانيه تاع 2022.